السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه لايف 360 لايف لوكيشن شيرنج. التطبيق ده مساحته 32 ميجا، محمله اكتر من 100 مليون شخص. التطبيق ده خاص باللوكيشن او ان انت تعرف اللوكيشن بتاع شخص معين فين. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تعرف الشخص المعين ده فين، بحيث ان هو الشخص برضو لازم يكون محمل نفس التطبيق ده ويكون مديك اذن ان انت تعرف المكان بتاعه فين. بتقدر من خلال التطبيق ده تستفيد منه ان انت لو عندك ابن صغير، عندك اخ اصغر منك، عندك زوجة، عندك اي حد عايز تطمن عليه، خايف عليه، رايح في مكان لوحده، راح المدرسة، راح درس، راح خرج مع اصحابه، عايز تعرف المكان بتاعه دلوقتي هو فين بالظبط. عايز تطمن عليه، عايز تعرف التليفون بتاعه فيه نسبة شحن قد ايه، عايز تتكلم معاه، عايز لما يوصل للوكيشن معين، او مستني حد يجيلك وعايز لما يوصل للوكيشن معين يجيلك اشعار. كل الحاجات دي بتقدر تعرفها من خلال التطبيق، بس في حاجات مجانية وفي حاجات لازم تدفع لها فلوس. الحاجات المجانية اللي هي ان انت تعرف مكان الشخص، بس لازم الشخص يكون مديك الاوردر او مديك الامر ان انت تعرف مكانه، او هو بيكون محمل برضو نفس التطبيق ده. دي ميزة بتقدر تعرفها مجانية. بتقدر تعرف نسبة الشحن قد ايه في موبايل الشخص التاني، دي ميزة بفلوس. بتقدر ان انت تعرف يعني لو مستني شخص يوصل لمكان معين، او يوصل عند البيت بتاعك، او يوصل مكان الشغل، ويجيب لك اشعار ان هو وصل للوكيشن ده، دي ميزة بتكون بفلوس. ففي ميزات مجانية وفي ميزات بتكون مش مجانية، بتكون بفلوس. كل الميزات دي بتقدر تعرفها من خلال التطبيق. كمان التطبيق تقدر تعمل منه او تعمل من عليه مجموعة او جروب ان انت تتكلم فيه مع اشخاص. تقدر ان انتوا كلكم مثلا تبقوا مرتبطين ببعض، وكل واحد يبقى عارف مكان التاني. كأسرة مثلا، كل واحد لو حد مثلا اتأخر، لو حد حصل عنده أي مشكلة، تقدروا تحددوا مكان وتقدروا تروحوا له، وتقدروا إن انتوا تساعدوه لو محتاج مساعدة. بس كده، ده يعتبر أبسط شرح للتطبيق. مشكلة برضو التطبيق ده زي ما قلنا إن هو بيتضمن اشتراك ومش بيدعم اللغة العربية. وده يعتبر أبسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق توصل لك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة وعيب للتطبيق في أي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.